النادي الأهلي في أول رد فعل على مفاوضات الزمالك مع حمزة علاء من أجل التوقيع معه مجانا في يناير على أن ينضم للزمالك بنهاية الموسم الحالي. هنجدد عقد حمزة علاء ومش هنسيبه. أكد النادي الأهلي على أن كل ما يقال بشأن مفاوضات الزمالك مع حمزة علاء من أجل التوقيع معه في يناير على أن ينضم للفريق الأبيض مجانا بنهاية الموسم الحالي هو بالفعل حدثت مفاوضات من الزمالك، ولكن مسؤول النادي الأهلي تأكدوا من أن حمزة علاء لم يجلس مع أي مسؤول من الزمالك، وأن المفاوضات فقط عبارة عن اتصال هاتفي من أحد مسؤولو الزمالك مع اللاعب وكيله من أجل إبلاغه بعرض الزمالك. ولكن في النهاية النادي الأهلي قال إن هيكون هناك ترضية مالية لحمزة علاء من أجل تجديد عقده تقديرا للمستوى اللي قدمه مع المنتخب الأولمبي، وإنه هيكون مع مصطفى شوبير مستقبل حراسة مرمى الأهلي بعد الشناوي. عشان كده النادي الأهلي هيتحرك في الأيام اللي جاية دي وهيجدد عقد حمزة علاء.